السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيف محمد. اليوم غادي نشارك معكم وصفة السوفلي او مملحة قراف بنينة ويجيكم قطنية، مكونات موجودة في كل بيت. نبداو على بركة الله. في ريسيبيون نديرو كأس من الحليب اللي يكون دافي مع نصف كأس من الزيت مع بياض بيضة، والصفار راح نستعملوه في المرحلة الجاية. ونزيدو ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ونخلطوا كامل المكونات تاعنا بالخلاط اليدوي بهذا الشكل حتى يتجانسوا لنا. ونبداو نضيفوا في الفارينة تاعنا. نضيفوا الكأس الاول مع كيس من خميرة الحلويات ما يعادل 10 غرام، ونخلطوا غير بالفوي بهذا الشكل حتى يتجانسوا لنا بدون استعمال اليد في هذا المرحلة، حتى تبدا تماسك العجينة تاعنا باش نستخدموا اليد. نخلطوا جيدا حتى تشوفوا الفارينة تاعكم كامل جانست مع الخليط الاول. نجيبوا الكأس الثاني تاع الفارينة ونزيدو نخلطوه جيدا. كي تشوفوا العجين تاعكم بدا يتماسك نوعا ما، نبداو نستخدموا في اليد تاعنا ونعجنوا العجينة تاعنا جيدا باش نتحصلوا على عجينة اللي تكون خفيفة وطرية وتكون نوعا ما تتلاصق في اليد بهذا الشكل. هكذا اعجنوا الخليط تاعكم جيدا ونغطوها بابي سولوفان ونزيدو نغطوها بكتانة من الفوق بهذا الشكل، ونخلوها تستراح لمدة نصف ساعة. شوفوا بعد نصف ساعة كي عدنا ليها شوفوا كيفاش تضاعف لنا الحجم تاع العجينة تاعنا. نبداو نديغازيو فيها بهذا الشكل، وهنا نجيبوا العجينة تاعنا فوق سطح العمل ونعجنوها لمدة دقيقتين لا اكثر. هكذا بهذا الشكل نعجنوها جيدا، ونروحوا نقسموا العجينة تاعنا الى كريات، نديروهم كريات متساوية ونديروا حجمهم صغير. هنا جبنا كرية من الكريات كنا كسرناها بالاستعانة بالفارينة باش ما تلصقش معانا بهذا الشكل. بالاستعانة في الفارينة نحلوها الى شكل دائري بهذا الشكل هكذا كما راه موضح في الفيديو. كسلوها جيدا، وهنا نجيبوا الحشو يكون اختياري. انا درت كمية من الطون اللي يكون بذوق الطماطم وكمية من الفرماج، وانتوما استعملوا اي حشو انتوما تفضلوا. نديروا كمية لا بأس بها من الطون ونزيدوا كمية من الفرماج رابي بهذا الشكل في المنتصف هكذا. ونسكروا العجينة تاعنا على كامل الحواف. جيبوا النصف الاعلى ونبداو نزيروا عليها بهذا الشكل. زيروا الطبقة الأولى مع الطبقة الثانية بهذا الشكل على كامل الحواف، ونجيبوا السكين نقطعوا كامل الزوائد تاع الحبة تاعنا باش تجينا حبة مفينة. هذه الكمية تاع العجينة تعطيكم حتى 20 حبة إذا درتوا الحجم تاعهم متوسط. غير بالعقل باش ما تقيسوش الحبة تاعكم. هكذا بهذا الشكل ندوروا على كامل الحبة تاعنا باش تجينا حبة مفينة. وهنا نجيبوا شوكة ولا فرشيطة ونبداو نديرو في الشكل هذا باش يجينا شكل باهي بالاستعانة بالفارينة، ونبداو نطبعو فوق العجينة تاعنا بهذا الشكل غير بالعقل. ومنها يسكروا كامل الحواف تاعنا، ونكملوا كامل الكمية اللي عندنا بنفس الطريقة ونديروهم في السنيوة اللي كنا فرشنا فيها ورق الطهي. ونجيبوا صفار البيضة اللي كنت خليته في الاول نخلطوه جيدا باستعمال الشوكة بهذا الشكل، ونجيبوا بانسو وندهنوا كامل السطح تاع لي سوفلي تاعنا بهذا الشكل باش يجي معنا اللون تاعهم ذهبي. درت لهم كمية من السينوج من الفوق، وهكذا ندخلوهم للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على 180 درجة. كي يحمروا لنا من الاسفل نزيدوا نشعلوهم من الفوق حتى ياخذوا لنا اللون الذهبي بهذا الشكل، وراح تتحصلوا على سوفلي اللي يكون مقطن وقراف بنين. لازم عليكم تجربوه. وهنا نكون وصلنا لافان تاع الفيديو تاعنا. اذا عجبتكم ما تنسوش الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس هكذا باش تتوصلوا بكامل الوصفات.